بسم الله الرحمن الرحيم. في الحلقة اللي فاتت اتعرفنا على الجزء المسؤول في المخ عن ردود أفعالنا، وازاي الجزء ده بيسيطر على الطريقة اللي بنتعامل بيها مع أي موقف بيمثل خطر أو تهديد علينا. في الحلقة دي هنتعرف على أول رد فعل. ليه لما بتتحط في موقف صعب ما بتعرفش ترد او بتبقى عايز تستخبى؟ تخيل نفسك في غابة وطلع عليك اسد، هتتسمر في مكانك، وده رد فعل طبيعي متبرمج في دماغك لان الحركة بتلفت نظر اي حيوان مفترس. طبعا انت مش هتقابل اسد في الشارع، بس ممكن تواجه مدير عنيف او شخص متنمر، موقف فوق مستوى قدراتك كله ضغط وتوتر عالي، فدماغك بتروح على طول لرد الفعل ده، تستسلم وتستخبى، عايز تحميك. تعال اديك شويه امثله للتهديدات اللي الناس بتتعرض ليها اليومين دول وممكن تستفز نفس رد الفعل ده. امتحان مثلا ومش عارف ولا سؤال، يحصل لك ضغط وتتوتر، ورد الفعل في الحاله دي دماغك تقف ومش عارف تعمل ايه. طفل في البيت كل ما يعدي قدام اهله يودي وشه الناحيه التانيه كانه بيتحرك ومش عايز حد يحس بيه، ده طبعا بيتعرض لعنف اسري، في تهديد فخايف. تلاحظها برضو قوي في فريق الكوره مثلا لما بيخسر كله خارج باصص في الارض كانهم بيستخبوا من الجمهور. واحد بيعدي الشارع وفجأة يتسمر قدام العربية، ورد الفعل ده دايما بيستخدم علشان نتجنب الخطر والتهديد من أي موقف بنتعرض له. كده تفهم إيه؟ لما تكون بتتكلم مع حد وتلاقيه مش عارف يرد عليك وتثبت من كلامك، تعرف على طول إنك منفعل وبتمثل خطر على الشخص ده، علشان كده هو متثبت ومش عارف يرد ودخل في حالة دفاعية. في الحالة دي لازم تهدي الضغط عليه على طول وتغير الموضوع أو توطي صوتك مع ابتسامة علشان يهدى وتعرف تتعامل معاه، لانك لو ما خدتش بالك وفضلت مكمل غالبا هتخسر الشخص ده للابد. في الحلقه الجايه ان شاء الله هنتعرف على رد الفعل التاني، الهروب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.